بقينا في زمن غريب، مش كده؟ فعلا غريب. القيم الأخلاقية اللي اتربينا عليها بدأت تقل، وأصبح الاهتمام الأكبر عند ناس كتير الفلوس والمظاهر، مش المضمون ولا الأصول ولا حتى التربية. بقينا نشوف ناس هدفها الأول إنها تجمع أكتر وتبان أحسن، حتى لو على حساب راحة البال أو المبادئ اللي المفروض ما نتهاونش فيها. المشكلة إن الكبار نفسهم ساعات بيقعوا في غلطة كبيرة، غلطة ترتيب الأولويات. في منهم بيركزوا إنهم يوفروا لأولادهم كل حاجة ممكن يكونوا اتحرموا منها في سنهم، من غير ما ياخدوا بالهم إنهم قدام جيل محتاج لحد يوعيهم، يحذرهم، يحصنهم، يعلمهم الصح من الغلط، يزرع فيهم احترام الناس والإحساس بالمسؤولية. للأسف مش مدركين إنهم بيصنعوا جيل يعرف سعر كل حاجة، بس مش دايما بيعرف قيمتها أو حتى إزاي يحافظ عليها. تعالوا النهاردة نشوف مع بعض نقدر معاكم نترك أثر إزاي مع حبيبتي وفريق أو التيم ورك اللي أنا بسميه فعلا حبيبتي الإعلامية الواعدة دايما مع مساء الأمل وأمل. ازيك يا أمل؟ حبيبتي يا أستاذتي، مساء الفل. مش عارفة الموضوع ده ممكن يقرق ناس كتير جدا، وعشان كده دايمًا باحب أتكلّم مع الأجيال الأصغر، أخبار القيم الأخلاقية لسه موجودة قدّامكم والّا لأ؟ بُصّي، القِيَم الأخلاقية موجودة لو اتربّينا عليها، هي مش هتتغيّر، القِيَم موجودة، بس يا ترى أنا ماشي عليها والّا أنا الحياة وأصدقاء السوء كل حاجة بتحصل خلّتني بعدت عن القِيَم الأخلاقية. وحلو أوي وأنتِ بتقولي إن الأهل هم يعني يُعتبر الأساس، هو الأهل لو ربّوا خلاص يعني كان في مثل كده بيقول زمان إن ربّي ابنك وبعد كده ارميه في الدنيا بقى، طالما أنت مربّيه على أصول وعلى دين ومربّيه على قِيَم ومبادئ، خلاص ارميه في الدنيا وهو هيفضل ماشي على المبدأ ده وهيفضل ماشي على التربية. إنما أنت لو ما ربيتش، لو ما زرعتش قِيَم، فأنت كده بتسيب ولادك وبتسيب ابنك للمجتمع هو اللي يربيه، ودي أسوأ حاجة. يعني مجتمع مين صديق السوء اللي أنا هاقابله ده اللي هاتعلم منه؟ أنتِ بتتوهي إمتى يا أمل؟ بتحسي بتوهان إمتى رغم إن أنتِ اتربيتِ واتعلمتِ من بيت بيعرف الأصول، بتتوهي إمتى؟ باتوه لمّا أحس إن حاجات كتير أوي اتغيّرت، بس أنا باجي أقول لنفسي ليه؟ طب ما إحنا اتربينا على حاجات فأنا ثابتة، مهما مرّيت ومهما حصل قدّام، هو أنا زي ما أنا مش هاتغيّر يعني مش هاتغيّر عن مبادئي ومش هاتغيّر عن التربية اللي أنا اتربيت عليها. فبازعل لمّا ألاقي إن الناس بتتأثّر ببعض، خصوصًا على السوشيال ميديا. أغلب الناس اللي كانوا متمسكين بالمبادئ والقِيَم والحاجات دي كلّها، مجرّد بس ما الدنيا وسعت كده وبقينا نشوف السوشيال ميديا وبقينا نقارن، لأ، الدنيا اختلفت والتربية اختلفت واللي كان عنده شوية مبادئ شوية بشوية اتغيّرت. أنا عايزة أقول هو أي حاجة أو أي حد اتحرم من حاجة وهو صغير وربنا ادّى له، لازم يعوّض حبايبه بالضبط وأكتر من اللي هم يعني محتاجينه، أو أكتر من اللي هم عاوزينه في زمن الاحتياج بيعلى والمقارنات بتزيد. صعب. صعب. على على فكرة فكرة هي هي ما ما لهاش لهاش علاقة علاقة بالماديات بالماديات شوية، شوية. يعني يعني ازرع قِيَم، ازرع مبادئ، أنا ازرع زرعت أنا أخلاق. زرعت قيم ومعايا فلوس كتيرة وأنا صغير. أنا ما كنتش بابايا قادر يجيب لي شوكولاتة، مش عارف يجيب لي مثلًا حلويات كتير، كوتشي أنا كنت حاببها إن أنا أجيبها. دلوقتي أنا معايا وولادي فادّيهم عشان كل حاجة اتحرمت منها أنا باحاول أعوّضهم، بس عوض منقوص. بس إحنا زمان يا دكتور، إحنا كنا جايز محرومين من الحاجات دي، بس إحنا كان عندنا قناعة، إحنا كنا أطفال، فبالتالي إمكانيات أهالينا ما كانتش هتوفّر لنا كل حاجة، ومش كل حاجة إحنا كنا بنحتاجها بنلاقيها، بس عشان هم ربّونا على القناعة، فطالما الحاجة دي أنا لمّا بقيت أكبر ما بقيتش أطلب الحاجة عشان عارف إن دي مش في إمكانيات أهلي. دلوقتي بقى الشباب لأ، هو أنا عاوز كذا حتى لو مش في إمكانياتك أنت، سواء الأب أو الأم اتصرّفوا، أنا عاوز زي صاحبي فُلان. كلمة بقى صاحبي وصاحبتي، إشمعنى أحمد عمّي، إشمعنى صاحبي هيطلع الرحلة، إشمعنى صاحبتي دي
هي هتجيب الفستان في الgraduation بتاعنا أو في الحفلة الكبيرة بتاعتنا وأنا مش عارفة أجيب، أروح أنا أفصّل عند ترزي وهي تجيب من أحلى محلات. كلمة يا ريت، أنا عاوز، اشمعنى، اشمعنى، بوّظت المنظومة، حتى لو أنتِ حطيتِ أُسس. عشان كده بنقول يا ترى قيمنا الأخلاقية إحنا إزاي ممكن في سنكم أنتم، إذا كنت أنا في بعض الأحيان باقول هو الصح فين والغلط فين، إيه اللي بيحصل، إيه اللي بيجرى، ما بالكم أنتم يا اللي أنتم بتربوا أجيال كمان وأنتم اتربيتوا صح، بس الصح لا يستوي تمامًا مع الواقع، فإزاي أقدر أعمل المعادلة دي؟ إن أنا طول الوقت عارفة فاذكّر إن أنا طول الوقت وكل يوم أنا مع ولادي، يمكن كل يوم شُفت أنا أكيد مش هابقى عارفة إيه اللي أنا كل يوم هاقول لهم عليه، بس مجرّد ما أشوف تصرُّف بابدأ أقول لهم لأ، ده صح، ده غلط. في سلوكيات الأولاد ممكن ييجوا يقولوا لي: "يا ماما أنا شُفت صاحبي قال الكلمة الفُلانية." أنا شُفت صاحبي عمل حركة كذا، وأنا يا ماما دي عيب صح؟ أقوم أقول له بالضبط كده، هُم اللي بيعلّموني أنا أقول لهم إيه وأعرّفهم الصح من لأ غلط، الحركة اللي صاحبك عاملها ما تعملهاش، الكلمة اللي قالها ما تقولهاش. إحنا عليهم اللي بنشوفه اليومين دول مش طبيعي. اللي بنحسه اليومين دول بقينا عندنا خوف رهيب إن إزاي إحنا نقدر نحافظ على ولادنا. الخوف ده هو المفروض يعلّي عندنا إحساسنا بإن إحنا نتمسك بقيمنا الأخلاقية، نستعيد قيمنا الأخلاقية، نرجّع واحدة، واحدة يا جماعة، علشان خوفنا ده إن إحنا بنشوف كوارث حقيقية، وفي بيوت قريبة جدًا منا، كنا زمان نسمع، دلوقتي لأ، بقينا نعرف حد قريب مني، جارتي، بنت خالتي، بنت عمتي، إيه ده! معقولة الخطر أصبح قريب كده؟ علشان بِعنا أو اتنازلنا أو بهتت فكرة القيم. طب الدور بقى، الدور الأساسي في التوعية دي أو ما فيش حد هيبني لوحده، لو الأهل بنوا لوحدهم ممكن تيجي كذا حاجة تهِد اللي هم بيبنوه، فأعتقد يعني الدور على المدرسة، على المدرسين اللي موجودين، على كل واحد في مكانه ابني أو بيتولّى مسؤولية جيل عليه دور كبير جدًا، سواء المدرسة تزرع القيم والمبادئ والأخلاق مع أولادنا اللي موجودين هناك، دور الإعلام مهم جدًا، لإن دلوقتي الأجيال والشباب هُم بيتفرّجوا على التلفزيون، فلو لازم الرسالة. نقول الإعلام دلوقتي، لإن الإعلام دلوقتي معظمه بيضيّع قِيَم، خلّي بالِك لإن ده مؤشِّر خطير جدًا، إن أنتِ تعتمدي على مصدر واحد لأ. أقول لِك على حاجة عشان نختم بيها يعني قعدتنا، كنا زمان بنقول أنا اتربيت على عيب، ده غلط وده صح وما يصحّش، ما كناش اتربينا على الدين. لمّا كبرنا واتربينا على الدين، أصبحنا أكثر ثباتًا، نقاءً، وضوحًا. اعرفي كويس أوي، لإن الدين هو ده اللي بيثبّتِك، أيًا كان ديانتنا، وأيًا كان إحنا بنتعلّم إزاي هذا الدين لازم، لإن هو ده نقول إيه، السَنَد الوحيد لينا. اوعى ننسى القصة دي، لإن إحنا أصبح في زمن بهتت فيه قيمنا، لازم نرجّعها. طيب وبرضه يا دكتور إحنا ما يمنعش إننا نقول إن الإعلام والتلفزيون بيوصّلوا رسالة مهمة جدًا، على الأقل لو في جانب سلبي أكيد في جانب إيجابي، ونتمنى إن الجانب الإيجابي ده يزيد ويكبر، لإن الأجيال الصغيرة محتاجة توعية أكتر، وطبعًا في برامج دينية كتير بقى فيها توعية اجتماعية وتوعية دينية، وبقينا بنشوف فإحنا ممكن نبُص للجانب الإيجابي اللي أنا لمّا أفتح التلفزيون هاقول لابني اتفرّج على المسلسل ده. حلو وأنا أوي اللي واثقة هي فيه. قالته ده، وخلّينا نختم قصة أفتح التلفزيون، يا ترى إيه جوّه التلفزيون؟ نشوفكم علشان نترك أثر، أنا وأمل.